ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. بصوا حبايب قلبي، هنا بقى انا قلت اعمل معاكم الفطار بتاعي واوريكم يوم من ايامي واليوم ماشي معايا ازاي، عشان لو حد يعني عايز ياكل اكل صحي زيي. بصراحه انا في العيد يعني بوظت الدنيا، وكل اللي انا خسيته زدته تاني، وكلت حاجات ما تخطرش على بالكم. يعني بصراحه بقيت اكل من الشيبس العائلي ده بكميات وجاتوهات وبيبسي وحاجات. كلت كل حاجه بصراحه، بوظت الدنيا. فانا لسه بقى ده اول يوم اهوت ارجع ابدا للرجيم. انا اول حاجه بصحى من النوم بجيب مثلا حله او اي حاجه بحط فيها قرفه وجنزبيل وليمون وفصين حبهان و3 ورق لورا، واغليهم كويس قوي، لان القرفه والجنزبيل والحبان وورق اللورا بيتغلوا عادي. لكن باقي الاعشاب اللي انا بشربها مش بغليها. يعني انا مش بغلي الكرفس والبقدونس، مش بغلي النعناع، مش بغلي اليانسون. في حاجات مش بغليها، ما ينفعش تغليها، المواد الفعالة فيها بتفسد. وفي حاجات بتغليها عادي. هنا بقى باخد كوباية بعد ما بتبقى دافية، وبحط عليها حوالي 10 نقط كده من خل التفاح، وبشربها كده على الريق. وببدأ بقى ايه، انا طبعا النهارده عيالي كانوا فاطرين كيكه بالشوكولاته، كنت انا عامله كيكه بالشوكولاته وكنت غاليه لهم كل واحد كوبايه لبن. انا طبعا ما رضيتش افطر الفطار ده معاهم، فطرت انا ايه، ما خدتش نشويات خالص. انا خدت بيضتين وخيارية صغيرة وقتاية صغيرة، وشربت المشروب اللي انا قلت لكم عليه. جربوا بس الفطار ده. تعالوا بقى نشوف هنتغدى ازاي. هنا بقى يا حبايبي جهزت معاكم كده الغدا. انا كنت متبله الشاورما دي من امبارح. جبت نص كيلو بانيه، قطعته كده تقطيعه الشاورما، وحطيت عليه فلفل اسمر وبهارات شاورما وملح وملح وشطه اي توابل عندك حطيها. انا اي توابل عندي حطيت. ماشي. هنا بقى انا ما ينفعش اكل توميه، انا بعرف اعملها بتبقى حلوه جدا بس سعراتها عاليه. فانا عملت ايه، عملت بتنجان، شويت بتنجانه وحطيت عليهم فصين توم، وحطيت معلقتين طحينه بقى وشويه شطه وكده. عملت يعني بابا غنوجه. خدت منهم معلقتين بس وحطيت عليهم قرن شطه. تمام. وعملته كده ايه، قلت ده هعمله في سندوتش لان انا عيالي مش بتحبه برضو. وقطعت بقى كده قطه وخيار وطماطم. انا ما اكلتش نشويات خالص، يعني انا طول اليوم ما اكلتش نشويات. فاخدت رغيف سياحي من الصغير. تمام. انا دورت على عيش شاورما كتير ما لقيتش، فقلت خلاص ايه مش مهم. جبت ايه، عيش اللي انتوا شايفينه ده اللي هو السياحي دوت، جبته. فهو بيبقى صغير قوي، يعني هو صغير جدا. تمام. فانا قلت خلاص انا هاخد منه ايه رغيف. اخدت منه كده طبعا، عملت لعيالي هو ده شلبي. الله ماشي. المهم ايه، المهم عملت لعيالي بقى زي ما انتم شايفين كده سندوتشات شاورما. بصي عايزه اقول لك على حاجه، انت لو جوعتي بالليل ممكن، عشان بس انا ما نزلتش عشاء، بس انا هاكل بالليل زبادي. فانت بقى لو جوعتي بالليل هتاكلي زبدايه، عايزه تحطي عليها ليمون حطي، مش عايزه انا ما بحطش ليمون، انا باكل زبدايه بس وبنام. انت عايزه تحطي ليمون ماشي حطي، مش عايزه عادي ما تحطيش. بس اهم حاجه المشروبات. يعني ما تهتميش بايه فطار غدا عشاء من غير مشروبات، لا اعملي المشروبات اللي بتحرق زي ما انا قلت لك. كمون بقرفه بجنزبيل، كمون على ليمون، كمون على كمون بس براحتك، قرفه على جنزبيل. الازازه اللي احنا عملناها الصبح دي لازم تخلصيها كلها، تشربها كلها. ساقعه عادي مش شرط دافيه، ساقعه عادي. تمام. امتنان عامله كرفس وبقدونس حلوه قوي، اشربي لك فتله واحده على الاقل، بتنزل الميه الزياده اللي في الجسم. لو انت كلتي مخلل او حوادق بتنزل كل الميه اللي الجسم احتبسها. بصوا انا بقول لكم انا هاكل الرغيف ده، بس الرغيف ده في معلقه بابا غنوجه وفلفل اخضر، وهاكل قطه واتنين بس قطعتين طماطم، وهاكل قطه وخيار زي ما انا عايزه. بس انا هاكل الرغيف ده بس. شربت واحده كرفس وبقدونس، ممكن تشربي 2 بس في اليوم مش اكتر من كده لانه غلط جدا. انا بشرب يعني ممكن اشرب واحده بس كل يوم. وما تنسينيش